شو؟ بدك تضل على الموبايل طول النهار؟ هي طفينا الموبايل. شو مبين طالع؟ ايه بابا رايح شوف رفقاتي طالعين نتمشى شوي. يا على الموبايل يا طالع. اصلا متأخر الوقت فايتنا. هيك خليك يا موبايل يا نايم يا طالع. طيب يا الله. أهلي بحبكم وبتحبوني واكيد بتخافوا على مصلحتي. وبتتمنوا لي الافضل. بس اليوم بدكم تسمحوا لنا. بدي احكي عن كم شغله زعجتنا. مو مشان شيء، بس مشان تصير علاقتنا افضل. أكثر جملة بيسمعها الطالب عنا من أهله هي ومدرس. على فكرة هو مو نسيان وعنده فكرة إنه هو لازم يقوم يدرس وما في داعي أبداً تذكره كل 10 دقائق إنه لازم يقوم يدرس. كرهتوه حياته، خنقتوه للزلمه، حاسينه انه حياته كلها هي عباره عن دراسه، ما عنده شيء ثاني ابدا بحياته غير الدراسه، ابدا الزلمه ما عنده حياه اجتماعيه، لك اتركوه يتنفس بس. هلا بعد ما درس 10 ساعات اولته واخرتها هو كائن اجتماعي بحاجه انه يطلع يشوف رفقاته يتسلى يضيع وقت، وفي كم شغله بشيل عرض الطالب. ايوه خليك عم تلعب بالموبايل بلا دراسة. ايه نحن باعتينك لتدرس مو؟ هذا عم تلعب بالموبايل، اتركه روح نام روح. ساعتين عم بدرس، ما حل لك تفوت على الغرفة إلا مسكت الموبايل، ايش هو معيرة؟ الله يا ابني انتو جيل صايع، لك الله يرحم ايام زمان كنا نفيق من وش الصبح الساعة 6 الصبح نطلع على الحقل ندرس الكتاب تحت ضوء الشمعة، ثواني 6 الصبح وضوء الشمعة. لما كنا نروح على المدرسة كنا نفيق من وش الصبح نطلع مشي 180 كيلومتر روحة رجعة. لما كنا نقوم بدنا ندرس عندنا امتحان كنا نضل 16 يوم عم ندرس المادة 180. روح شوف ابن فلانه كيف عم يدرس 13 ساعه بالنهار، مو مثلك مقضيها نوم 24 ساعة. انت مخالفة طب قطبي يعني ما فيني فيدك على هالصعيد ابدا، واذا في مجال يعني اذا ما فيها سئلة انت وطالعة طفي الطاولة. بكفي دراسة، حاجة تشوفوا الدنيا بالأبيض والأسود. اللي كان مناسب وقتكم ما عاد ماشي سوقه، ما بيمشي حاله، بدنا نعيش. كتير عاجبك لبسك هيك؟ ايه شو على فكرة مدوخ نص بنات الحارة. بدك تضل سهران طول الليل؟ ايه ليش لا؟ ما عندي شي الصبح. حاجة تنام برا البيت؟ ما عندكم بيت تنام فيه؟ بلى بس نام عند رفيق. لك روح والله ما بتعرف وين مصلحتك. يلا رايح باي. لا يا سيدي بنعرف مصلحتنا كثير منيح واحيانا اكثر منكم. وبتحس انه بيحكن جلدهم اذا كنت برا البيت، وخاصة اذا كنت مع رفقاتك ومبسوط. الو وينك؟ تعال غدا، تعال عشاء، تعال فطور. اشتقتنا لك، اشتقتوا لي هلا حبكت اشتقتوا لي خلاص. صار لي 22 سنة ابنكم وبوجكم، لك صار لي اسبوع بالبيت عفنت، هلا اشتقتوا لي؟ بما انهم هن اهلك وهن اللي جابوك فبدهم يستعبدوك، بدهم يتدخلوا بكل شيء، بدهم السي في تبع رفيقك. ابن مين هو؟ من اي عائلة؟ ابوه شو بيشتغل؟ شو اسمه امه؟ كم اخ عنده؟ ملاحظات مهمة للأهل. ملاحظة رقم 1، انتبه شلون عم تمشي يا حيوان. لاما كل أجدر حيوان. لك ابنك وتفركش قوم ساعده مو تقعد ترفس فيه. ملاحظة رقم 2، لك بس سكروا الخط وقولوا باي، بيعرف امتى انتهت المكالمة. بس باي وسكروا. ايوه طيب ماشي رح ارجع اوكي ماشي. الو خلصنا؟ ملاحظة رقم 3، ما في غير الطب فرع بيدرس. حكيت ما في غير طب فرع يندرس؟ ما في غير الطب يندرس يعني؟ ما في غير الدكتور بيقبض مصاري بهالبلد؟ ما عم بفرق. ليش دائما مصرين انه ابنكم يطلع دكتور؟ ليش؟ خليه يصير اي طيب يمكن بني ادم حلو يصير رقاصة، خليه كثير مزودينه. بابا دادا قول دكتور دكتور. وبالنهاية كيف الأهل؟ وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، بتمنى يكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لايك وسبسكرايب.